ايه مساء الفل. يلا بينا نعمل الساندوتش الحلو قوي ده. الفراخ بتاعتي تشيكن كريسبي حلوة جدا، مستوية، الكفر بتاعها جميل ومقرمش، الكفر مش بيقع من عليها، مش شاربة زيت، تسويتها ممتازة. طعمها حلو جدا، جوسي قوي وطرية وفي منتهى الجمال. هنعملها مع بعض بإمكانياتنا ومكونات موجودة من البيت، وهنعمل ساندوتش اقتصادي ولكن طعمه رهيب يا جماعة. يلا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. عندي هنا البولة بتاعتي نزلت فيها ب3 معالق كبار من الزبادي. الزبادي مهمة لأن هي بتطري لي النسيج بتاع الفراخ، فبتخلي الفراخ معايا بتقطم كده وجميلة. وانت بتقطميها مش بتلاقي الأنسجة طالعة معاكي. ونزلت عليها بعصير نص ليمونية كبيرة. لو ما عندكيش ليمونية كبيرة استخدمي ليمونية صغيرة عادي جدا. عملت لهم ميكس مع بعض، قلبتهم. ودي البهارات بتاعتي: توم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل اسود، وملح. من كل حاجة بستخدم نص معلقة، لكن الملح بستخدم معلقة، طبعا معلقة صغيرة مش معلقة كبيرة يا جماعة. قلبتهم مع بعض. وده كان عندي 300 جرام من اللحمة، سوري، من الفراخ، ما كانش اكتر من كده. قطعتها زي ما انت شايفة كده صوابع عشان تديني كمية كتير، وفي نفس الوقت تشرب من التتبيلة ويبقى طعمها حلو ويبقى حجمها مناسب للساندوتش، وتعمل بقى معايا كمية حلوة. وحقيقي احنا 5 افراد. هي كفت بجد، كان طعمها حلو جدا. اهوت قلبتها زي ما انتوا شايفين، وكلها لازم تشرب من التتبيلة. وهدخلها التلاجة اقل حاجة نص ساعة. كل ما هتقعد في التتبيلة هيبقى حلو جدا. على ما تتبل هبتدي اعمل التوبنج بتاعي، الخليط اللي انا هغطيها بيه. عندي بيضايه، ما تكتروش البيض بقى غالي جدا. نزلت عليهم بنص معلقه من الفلفل الاسود، وهنزل عليها بشويه ملح صغيرين وهقلبها. مهم الفلفل الاسود لانه مش بيخلي للبيض اي طعم واي ريحه. هقلبه كويس جدا مع بعض. اهم حاجه ان انا ما يبقاش عندي الخيوط بتاعه البيض اللي كلنا بنتضايق منها دي. وبعدين هنزل عليها بربع كوباية من اللبن. ما عندكيش لبن تقدري تستخدمي بيضتين، ولكن كل بيوتنا فيها لبن. ده ربع كوباية، تقريبا 3 معالق كبار مش اكتر. قلبتهم مع بعض وهركنهم على جنب. وده الطبق بتاعي فيه شوية دقيق معلوش اي اضافات. وهنا عندي بقسماط، البقسماط العادي بتاعي. ضفت له 2 باكت من خلطة الفراخ من كنور. انا بحبها جدا، وبحب استخدم اللي هي السبايسي. لو انتي مالكيش في الحامي استخدمي الخلطة العادية. وهنا الفراخ بعد ما اتبلت زي ما انتوا شايفين سبتها في التتبيلة ساعة. بصراحة انا بحب اسيب الفراخ، ولو باتت يكون افضل. وهنا هبتدي انزلها في الدقيق. انا بحب اشتغل بالشوكة عشان ايديا ما تلزقش، لان هي بتميمي كده بتعمل عجينة في ايدي. شلته من الدقيق، نزلته في البيض واللبن بتاعي. على فكرة البضاية خلصت، كملت واتبقى منها، ما تقلقوش هتكفي. وشلته من اللبن على الخلطة بتاعة البقسماط والفيجيتار اللي انا عاملاها. وهعمل الكمية بتاعتي كلها. على فكرة عامل لي كمية حلوة جدا. الخطوة المهمة بقى يا جماعة، بعد ما تخلصوا وتغطوه بالكفر ده، تدخلوه الفريزر نص ساعة. وده سبب اساسي ان الكفر بتاعي ما يقعش في الزيت، ولا تبقى الفراخ منفصلة عن الكفر بتاعها. يعني بعد ما بنزله في التوبنج اللي انتوا شايفينه، بيض، دقيق وبيض، وبعد كده البقسماط، باخد الطبق بتاعي زي ما هو وبشيله في الفريزر. وما تحطوش واحدة فوق واحدة، فردوه زي ما انا مفرداه كده. طبعا دي مش الكمية كلها، ولكن انا عملت على قد الغدا بتاعنا. وبعد ما شلته في الفريزر نص ساعة طلعته اهوت مجمد زي ما انتوا شايفين. نزلت بيه على زيت سخن، يعني من الفريزر على زيت سخن. اول ما هحطه في الزيت هبتدي اقلل درجة الحرارة، ما تخلوش درجة الحرارة عالية، تبقى درجة الحرارة وسط، عشان الفراخ بتاعتي تاخد لون حلو من بره وتبقى مستوية وجوسي وجميلة من جوه. اوكي. هبتدي اخرجها على راك، اللي ما عندوش راك اللي هي الشبكة تقدروا تخرجوها على مناديل المطبخ، وهتشرب برضو الزيت اللي فيها وهتبقى جميلة جدا. الخطوة دي مهمة عشان الفراخ ما يبقاش فيها زيت وما تطرش. يلا بينا نشوف هنعمل الساندوتش بتاعنا ازاي. هنا جبت عيش فينو بيتي بان الموجود عندك. نزلت عليه بمايونيز، وبعدين كاتشب. انا بعشق الكاتشب والمايونيز بصراحه في الساندوتشات بيقلبها. وكان عندي خس كابوتشي حطيته، وكان عندي خيار حطيته. لو انت عندك خيار مخلل هيبقى رهيب في الساندوتش ده.
اهوت. وبعدين هحط، لو بتحبي شرايح الطماطم في الساندوتشات حطي، انا ماليش فيها بصراحه. ونزلت بالفراخ بتاعتي اهيت. بصوا الشريحه كويسه جدا رغم ان احنا كنا مقطعينها اصابع. ودي كانت خطوه مهمه لان هي عملت معايا كميه وفيره. الناحيه التانية اهوت، حطيت من الساندوتش بتاعي، نزلت عليها برضو بكاتشب ومايونيز، وهبتدي اقفل الساندوتش بتاعي. شايفين الشكل يا جماعه؟ شكله حلو وطعمه خطير، طعمه حلو جدا. تقدري قبل ما تحطي الخلطه دي في الساندوتش تحطي الساندوتش على جريل بحته زبده تحمصيه، هيبقى حلو قوي برضو. بصوا الفراخ مستويه ازاي ولونها عامل ازاي، كان طعمها حلو جدا. ادتني كميه حلوه قوي قوي قوي، وكان طعمها جميل وما خدتش وقت ولا اخدت مجهود، وتعتبر من الاكلات الاقتصاديه. جربوها، انا واثقه ان هي هتعجبكم. قولوا لي رايكم، لو احتجتوا اي حاجه قولوا لي وانا هجاوبكم. باي باي.